لي اجمل جفت حرفيا الفتره دي نجوم مصر، تعالوا نستلمه مع بعض وانا اعرف فيه ايه. رحت طبعا استلمه من شركه الشحن، واسف على تصوير الموبايل مش زي الكاميرا طبعا، بس يلا بقى مش مشكله. وطبعا انتوا شايفين انا مبسوط قد ايه بالجفت. وهنا بقى طالع لشقتي وافتكرت ان انا نسيت المفتاح تحت، ودي اوحش حاجه بقى في ان انت تبقى ساكن في الدور اللي فوق. بس مش مشكله بقى، كده كده الحاج والحاجه هيطلعوا لي كده كده عشان الجفت ده ليهم اصلا مش ليا انا. ماما جابت لي المفتاح وطلعت طبعا، وهنبدا نفتح في الجفت واحده واحده. والتغليفه زي ما انتوا شايفين كده حاجه جميله. بس الموضوع الصعب بقى ان ما كانش مكتوب انهي واحد فيهم بتاع ماما وانهي بتاع الحاج. بس اقسم بالله يا جماعه التغليفه دي حاجه روعه. اتفرجوا بس، ده احنا لسه اصلا هنفتحهم ولسه هنختار بقى انهي بتاع الحاج وانهي بتاع الحاجه. فقررت اغمي بقى عيون ماما وهي تختار بقى، فاختارت بقى دي وهنشوف بقى جواها ايه. وانتوا حاولوا تخمنوا قبل ما تتفتح، واللي هيخمن يبقى جامد. وزي ما انتوا شايفين بقى التغليفه تغليفه قويه جدا 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 جدا. ولقيت الجواب ده جوه، فمش عارفين هو الجواب ده ايه، فقلت لها يا ماما نخليه للاخر. بدانا نفتح التغليفه الثانيه دي بقى، وزي ما انتوا شايفين كده بقى يا جماعه حاجه روعه اقسم بالله، وشكلها فوق 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 الروعه. وطبعا الجفت ده جالي شبه صدفه مع عيد ميلاد والدتي والحاج. طبعا هما الاثنين عيد ميلادهم في شهر 8، والاثنين برج الاسد. وهنا يا جماعه اقسم بالله وانا بطلع البورتريه، بصوا يا جماعه والله انا شايفين الفرحه على وشي عامله ازاي. وطبعا كان جميل جدا، وحابب اشكر طبعا الشخص اللي عمل لنا الحاجات دي وفرح والدتي. وتعالوا بقى استنوا بقى نشوف بتاع والدي. ما تنسوش تقولوا بصراحه بقى انهي واحد اللي هيعجبكم، ده ولا بتاع الحاج اللي هيجي دلوقتي. طبعا كنا هننسى نفتح الجواب ده، فقررنا نفتحه بقى انا وماما كده لحد اما الحاج يجي. وهوب بنفتح كده بقى يا جماعه، لقيت بقى صور. انا كنت فاكره الصراحه هيبقى كاتب لي كلام كده او اي حاجه حلوه، لقيت جواب فعلا ومكتوب فيه شكرا للتعامل معانا، وفي حاجات حلوه، وده رقمهم بقى اللي عايز يتعامل معاهم دايركت على طول. وقيموا الصور دي كلها من 10 بقى نجوم مصر. اقسم بالله بصوا زي ما انتم شايفين انا مبسوط قوي يا جماعه حاجات. وكمان خامه الصوره نفسها عاليه قوي. واقسم بالله يا جماعه ده ما اعلان والله، جفت عادي بس عجبني جدا، وانا حبيت اعمل معاه الصح لان الحاجه عاليه جدا وفرحت اهلي. وهيظهر لكم دلوقتي الانستا بتاعي وبتاعهم، هتلاقوني منشن لهم اصلا عندي في الاستوري هناك. وهنا جذور والدي بقى يا نجوم مصر. وما تنسوش تقولوا لنا بالامانه بقى انهي احسن بورتريه، بتاع والدي ولا بتاع والدتي، بس للامانه عشان هم بيقراوا الكومنتات. جماعه اقسم بالله التغليفه روعه الروعه زي ما انتم شايفين الصوره. بص بقى كده بصه الحاج ليها. وزي ما انتم عارفين ده في حمله دعم المشاريع الصغيره. لو عندك مشروع صغير ابعتولي وانا من عينيا ليه. والله الحاجات دي بعملها من غير ولا جنيه. يعني لما توصل ما تصعبهاش على غيرك يا نجم مصر.